ويا له من يوم سيكون صعبا. هل يمكن أن نتصور برشلونة من دون البارسا؟ برشلونة من دون ميسي؟ هل يمكن أن نتصور كرة القدم من دون ليو؟ لا أبدا وألف لا. أمانة يا ليل طول وهات لي العمر من الأول. أمانة يا ليل طول وهات لي العمر من الأول. أي كرة قدم سنتابعها بعد أن يعلق الحذاء ليونيل ميسي؟ من أين لنا بعد ذلك بميسي آخر في كرة القدم؟ كيف يمكن أن نتحمل مشاهدة الأرجنتين أو البارسا بدون ليو بعد ذلك؟ ليو اللي يصنع ويسجل ويمتع ويكتب التاريخ ويجعل المشجعين بالتأكيد في كل مكان محظوظين بصراحة أنهم عاشوا في زمن ميسي. ماذا سيفعل برشلونة بعد تقاعد ليو ميسي؟ سؤال مخيف مفزع لعشاق الكتالونيا. ربي يمدد في عمرك الكروي يا أرجنتيني، ربي يمدد في أنفاسك الكروية يا ميسي. بعدك أنت الكرة تتيتم يا ليو. كيف هي كرة القدم من بعد ليونيل؟ يقول إرنست إيميغوي بأن هنالك نوعان من البشر، من السهل أناس من السهل أن تكون معهم، ومن السهل أيضا أن تكون بدونهم، وأناس من الصعب أن تكون معهم، ومن الاستحالة أن تبقى بدونهم. هكذا الحال بالنسبة للاعبين كرة القدم. في لاعبين من السهل جدا بأن يتم تعويضهم، وفي لاعبين من الاستحالة أن يتم تعويضهم وأن يأتي لاعب آخر لأن يحل محلهم أو يأتي بمثل ما أتوا به. الأمر الذي ينطبق على ليونيل ميسي والتساؤل الكبير، كيف هي كرة القدم وكيف هو حال برشلونة من بعد ليونيل؟ كيف هو حال برشلونة من